يوم من الأيام كان صحابي كل ليلة بينام وهو قلقان، بيقول يا ترى بكرة هيحصل ايه؟ هل هنتصر في المعركة؟ هل هنقدر نكمل في المعركة؟ وهل هنعيش أصلا؟ الخوف ده كان بيخليه يصحى من النوم فزعان، ويقعد يفكر في 1000 سيناريو لسه ما حصلش، لحد ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكيله. اللي كان بيحصل له ده العلم دلوقتي بيسميه قلق عام. القلق الطبيعي بيخليك المفروض تجهز وتستعد، لكن لما بيزيد عن حده بيخليك تعيش في أفكار سودة عن المستقبل وتنسى الحاضر. في عندي بس كام كلمة صغيرة كده قبل ما نكمل الحلقة. يا ريت يعني لو تكرمت تشترك، دوس لايك، لأن ده اللي هيخلي الحلقة تنتشر وده اللي هيخليك تفيد غيرك، وطبعا الثواب ليك لأنك بتنشر حاجة بتفيد الناس. صدقني اللايك أو الكومنت في حاجة تافهة بيخليها تنتشر للناس، اوعى تفكر إن ده انت كده مش شايل فيه مسؤولية. وكل حد بيشوف محتوى تافه حتى لو كان الكومنت سلبي أو ديسلايك، صدقني انت شايل معاه في نفس يا الذنب يا الحسن. اختار انت بقى. يلا نكمل كلامنا عشان ما اطولش عليكم. الأعراض هنا واضحة: سرعة دق القلب والدماغ اللي شغالة 24 ساعة، والصداع وتعب من كتر التفكير. زي ما بيقولوا كده المخ بيعمل فيلم رعب. مشكلة للأسف إنك هنا المخرج والبطل الضحية في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ادى للصحابي ده دواء بسيط جدا وقال له: قل حسبي الله ونعم الوكيل. الجملة دي مش مجرد ذكر، دي إعلان رسمي وتوكيل إنك فوضت أمرك لربنا. فربنا سبحانه وتعالى قال له: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب فكر كده في معنى الجملة، هتلاقيك القلق بيخف تدريجي، وهتعرف إن مفيش مشكلة هتحصل إلا اللي ربنا كاتبه، ومفيش تغيير لربنا كاتبه. العرب زمان برضو اتكلموا عن القلق، ففي واحد من حكماء العرب قال: الهم كالرياح، إن فتحت له بابك دخل ووقع. يعني لو فضلت تفتح دماغك للقلق يبني سجن جواك. وجبران بعد كده أكد نفس الفكرة لما قال: القلق لا يغير المستقبل لكنه يسرق متعة الحاضر. يا صاحبي اختلس صفو الليالي وما الحياة إلا لحظة. وده اللي حصل مع الصحابي بالظبط، كان بيخسر كل لحظة عايشها دلوقتي عشان يفكر في بكرة اللي لسه أصلا مجاش. طيب هقول لك تعمل ايه. أول حاجة معانا هي التنفس العميق. خد نفس كبير واحبسه شوية وطلعه بهدوء، كأنك بتقول لجسمك اهدى، بس بطريقة غير مباشرة. إنك تحاول تعيش دلوقتي، ما تفكرش في بكرة اللي لسه مجاش. عيش دلوقتي ونطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. اللي عندك استكفي بيه واحمد ربنا عليه. أنا بس عايزك تبقى في الواقع. فكر وكل حاجة لبكرة، بس ما تسيبش مخك ينجرف في دايرة مغلقة ملهاش نهاية. هتفضل تلف ومش هتلاقي فايدة من اللي انت بتعمله. رابع حاجة برضو هي الرياضة. حتى لو هتمشي يا عم نص ساعة صدقني هيفرق في مزاجك وهيفرق في نفسيتك جامد أوي. 5 بقى، اكتب مخاوفك. أي حاجة تخوفك أو تقلقك حاول تكتبها على ورقة وتفكر فيها، هل هي حقيقية ولا وهمية. القلق ده حاجة طبيعية بس ما ينفعش تزيد عن حدها. خد بالك ده دليل انك بتفكر وعايز تعيش حياة افضل وبتخاف على مستقبلك. بس الفكرة انك تمسك زمام دماغك، بمعنى حاول تسيطر
على تفكيرك. متنساش زي ما قلتلك تسيب اللايك بتاعك وتشترك في القناة عشان يوصل الفيديو لأكتر عدد ممكن، ونقدر نفيد الناس، أو على الأقل تبقى ساهمت في حاجة مفيدة بدل القعدة على التيك توك. شايفك أنا. سلام.